السلام عليكم، كي دايرين؟ مع الصحة لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهاد السنة تدخل عليكم بالصحة والسلامة، عام جديد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر والخيرات يا ربي امين. كما كتعرفوا اليوم الاخر في العام القديم تحكم ادم بن شقرون. اللي ما تعرفش بادم بن شقرون غادي نقول لكم شكون هو. ادم بن شقرون تحكم ب3 سنين نافذة، يعني 3 سنين طبقت عليه، و10 سنين ما يفتح حتى شي حساب في السوشيال ميديا، يعني لا انستغرام ولا تيك توك ولا يوتيوب ولا سناب شات، اي موقع محروم بدات 10 سنين يفتح فيه شي حاجه. وبغيت نقول واحد الكلمه، حتى اللي فاتح شي قناه بسميتو وكيترزق بالفيديوهات ديالو راهم غيتسدوا كاملين، يعني كلشي غير اي حاجه كتعلق بادم بشكون غادي يسدوها، غادي يبقاو غير الفيديوهات اللي كانوا كيدوروا الناس اللي كتهزهم كتبارطاجيهم، ولا هذوك هما اللي غيبقاو يدوروا. ما كيعرفش ادم بن شقرون. ادم بن شقرون هو داك الطفل اللي كان صغير عايش مع مو وباه، وكانوا غيمشيو لاسبانيا، كانوا مصايبين الباسبورات على حسب باش يمشيو لاسبانيا، ولكن الباسبور ما مشاش بيه لاسبانيا، مشى بيه في الاخر لتركيا ومشى بيه للسعوديه والامارات وراكم عارفين. هو اول مره بان مع الام ديالو فاش كانت لابسه البيض، يلاه مات الراجل ديالها، كانت مرة متحجبه وشاد داخله سوق راسها، ما تحقر حد ما كيحقرها. ولكن كانوا ديما في الكوميساريه وديما في الصداعات، وادم كان كيصور كل شيء، اي ديما هو التليفون في يديه، اي حاجه كيصورها. كما كتعرفوا كان مشى للامارات وكان مع شي سعودي وما عرفتش شنو وقع ليه، ومن داك النهار دار واحد اللايف وجلس تيبكي في المطار وعتقوني وبغيت ناخذ الورقه باش نهرب، وهذه غيديروا لي غيفعلوا لي. المهم عتقو طالوني وداه عنده لتركيا، قطع ليه في اونلاين وداه عنده لتركيا، تخاصم مع طالوني، ما عرفتش دار معاه صداع، صيفطو نجر ليه طالوني، نجر ليه سنانو، بغا يصوب ليه سنانو، صدق طالوني وصيفطو بلا سنان، سنانو هكاك منزورين وصيفطو شويه مع مولينيك، شويه اللايفات، شويه اش نقول لكم طغى. وبانت معاه الام تاعي ديالو. الام ديالو فاش كانوا تلاحوا دوك الفيديوهات ديالهم مشوهين، قالت انا كنتبرأ منهم، ولكن وكنتبرأ منه، ولكن شويه بانت بانها معاه، كدير لايفات معاه وسواعده وكتقول لي حياك يا سعودي، يحياك يا اماراتي. يعني حتى هي مشات في الخط ديال ولدها، حيت بانوا ليهم الفلوس وخداو الرونجر، خداو الطوموبيل ولاباس عليهم، ولات الفلوس كتدخل وتخرج عندهم، يعني بحال طغاو بحال عماهم، الفلوس كتعمي، فلوس اخويا راه من الشيطان راه كتعمي. هذه قصه ادم. هذا نسيت ما قلتهاش لكم، كان تيلبس الحوايج ديال البنات وكيماكيو الشعورات وهذاك الشيء كيتشبه بالنساء. هذه كانت فيه وعزيزه عليه، وشي حاجه اللي كيحس بها هو، قال واحد اللايف مع مولينيكس. ايوا كنتفاجئوا البارح، حيت بزاف الناس يقول لك ادم مشقرون فين وصل في الحكم ديالو، فين المحكمه كانت كتخدم بالصمت. وتحياتي للعداله وتحياتي للعدل وتحياتي للمغاربه اللي تيخدموا على هاد باش يحاربوا هاد المحتوى زيرو تفاهه. العداله والحكم، المحكمه ما كانتش نسات ادم، ولكن كتخدم بالصمت. البارح كنتفاجئوا بان تحكم عليه ب3 سنوات نافذه، و10 سنين ما يحل حتى شي اكونت في السوشيال ميديا، 10 سنين ما يحلش اكونت في فيسبوك، 10 سنين في انستغرام، 10 سنين في يوتيوب، 10 سنين في السناب شات، 10 سنين في تيك توك، يعني محروم. 10 سنين معليش نبقاو نشوفوا ادم من شقرون، ما غنبقاوش نشوفوه، نهار غنشوفوه غتكون عنده ديك الساعه ديك 28 سنه، يعني شرف، يعني غادي ماشي شرف ولكن ما غادي في الشرف، يعني الواحد كيوصل 30 سنه راه تيكون داير عقلو، كنتمنوا يديروا عقل ديالو. وحكمت المحكمة الابتدائية بغلق جميع القنوات ديالو اللي حاليا في تيك توك، في المنصات، في أي منصة غادي تسد فيها القناة ديال بن شقرون، حتى ادم بن شقرون، حتى شي واحد الا كان ما واخد الشخصية ديالو فاتح بالشخصية ديالو قناة، هي غتمشي ليه. وحكمت الحق المدني اللي هما ماشي الجمعيات اللي داروا شكايات وماشي المحاميين، والحق المدني في هذه الحاله هذه وهما الجيران ديال ادم بن شقرون، الجيران ديالو تضروا منه وتضروا من الام ديالو ومن المعاملات ديالو ومن الفعلات اللي كيدير. حكمت عليهم المحكمه، حكمت لهم بالتعويض 30,000 درهم الواحد. من هنا تنقول تحياتي للاستاذ الصوفي وتحياتي للاستاذ الشاتو اللي دافعوا على هذه القضيه، واللي شدوا هذه القضيه زعما من القلب ديالهم، وبقاو غاديين عليها خطوه خطوه حتى كل شيء خدا الحق ديالو.
خوتي القضاء راه نزيه، راه ماشي الواحد القاضي كيجي يحكم. القاضي راه ماشي غير جا وحكم عليه كما شفتوا، راه شحال هو شادو وشحال هو مشدود وكيمشي وكيجي وكيحقوا معاه وكينطق، شحال هما طلع وهبط عاد باش حكموا عليه. يعني ماشي القاضي غير جا وحكم عليه ب3 سنين. راه القضاء راه نزيه عندنا في المغرب. تحياتي الدراكي طاهر سعدون، تحياتي ليه من هذا المنبر. المهم استاذ الصوفي وشتاتو وسعدون وكل شيء اللي مشى في هذه القضيه هذه. اما بالجمعيات ليهم بدرهم رمزي كما طلبوا هما الجمعيات، حكمت لهم ما باغيين هما لا فلوس لا حتى شي حاجه، باغيين هما غير يحيدوا التفاهه. ما طلبوش الفلوس. الجمعيات اللي تيقول لك الجمعيات طلبوا الفلوس و80 مليون والفلوس، ما كاينه لا فلوس لا والو. المحكمه واللي كان البارح في الحكم وسمع بودنيه، المحكمه حكمت لكل الاطراف ديال الجمعيات بدرهم رمزي، درهم رمزي فقط. هذاك الشيء هما اللي كانت المطالب ديالهم، والمحكمه طلبت لبات ليهم المطالب ديالهم درهما رمزيا فقط. بطبيعه الحال احمد الشاتو حكمت لي المحكمه بدرهم رمزي كمحامي، لانه هو عضو في الجمعيه، ماشي غير محامي، هو راه عضو في الجمعيه اللي دارت شكايه بادم بن شقرون والام ديالو والطبقه وزارو تفاهه. القضاء راه ماشي غير جا وحكم، راه تبت كل شيء على ادم بن شقرون، خلاء بالحياه وداك الشيء اللي كان كيدير في التيك توك وكل شيء كل شيء. اما الام ديالو باقا ما تحكماتش، غير داوها للسجن ديال الاصيله، لانها ما عندهاش نفس التهم ديال ادم ولدها، عندها تهم اخرين، تجاره في البشر واستغلال القاصرين وزيد. يعني هي باقي نوبتها باقا ما جاتش. واش نقول لكم، حنا ماشي بغينا ليهم الحبس، ما بغيناش لهم الحبس ابدا. عمر الواحد ما تيبغي لخوه المسلم الحبس ولا المضره، ولكن اللي دار الذنب كيتستاهل العقوبه. هذا ما كاين، وبسلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش خوتي وخواتاتي بلايك وتعليق، واللي ما مشاركش غادي يشترك في القناه. ما غادي ما تخسروا على حتى شي حاجه، هذيك اللايك ولا هذيك التعليق ما تخسروا حتى شي حاجه، هذا فضلا وليس امرا، الا جات على خاطركم وبسلامه.